اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد أحب خلقك إليك، وصل على سيدنا محمد أسعد خلقك بك. اللهم أكرمنا وأسعدنا وأحبنا بالصلاة والسلام عليه كثيرا 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 يا رب العالمين. معالي الوزير الأستاذ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معالي الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، سعادة الأستاذ الدكتور عاصم العسوي نائب رئيس جامعة الفيوم، السادة نواب رئيس الجامعة، سعادة الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي، سعادة الأستاذ الدكتور سيد بكري، سعادة الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني، معالي المستشار محمود الهواري رئيس مجلس إدارة مؤسسة أزهري للخدمات الخيرية، فضيلة الشيخ محمود حسين رئيس المنطقة الأزهرية، سعادة الأستاذ محمد عبد الخالق الأمين العام للجامعة، الأستاذة الدكتورة هيام عميدة الكلية، السادة عمداء الكليات، السادة وكلاء الكليات، السادة أعضاء هيئة التدريس، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة هذا بالنسبة لنا في جامعة الأزهر يوم عيد، أن نضع حجر الأساس لكليتين جديدتين تضافان إلى صرح الجامعة. واسمحوا لي قبل أن أبدأ كلمتي أن أنقل لحضراتكم جميعا تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظه الله تعالى، ورجاءه الصادق لهذا الفرع من فروع جامعة الأزهر أن يكون إضافة لخدمة المجتمع، وأن يكون إضافة للأزهر الشريف الشامخ العزيز الذي يسند ظهره لأكثر من 1085 عاما مضت من عمر الزمن، وهو ينير الدنيا وينشر العلم لا في مصر وحدها ولكن في ربوع العالم كله. إضافة كبيرة إن شاء الله تكون لمحافظة الفيوم، وقد سعدت سعادة كبيرة بتكريم وتوجيه كريم من معالي المحافظ الأستاذ الدكتور أحمد الأنصاري، وبعد رؤية فاحصة أن تكون الكليتان الجديدتان في هذه المحافظة كليتين للطب، إحداهما للطب البيطري لخدمة المحافظة التي يحتل الإنتاج الزراعي فيها مسافة كبيرة ومساحة كبيرة، وتحتل التربية الحيوانية فيها أيضا عددا كبيرا ضخما. والعلم دائما في مصرنا الحبيبة والعلم في العالم كله هو لخدمة المجتمع ولخدمة البيئة المحيطة. فأنا أشكر معاليه على هذه اللفتة الطيبة أن تكون هناك كلية للطب البيطري في جامعة الأزهر فرع الفيوم إن شاء الله. وأبشر معاليه أننا افتتحنا هذا العام الدراسي الحالي كليتين للطب البيطري، إحداهما في مدينة حوش عيسى محافظة البحيرة تخدم أبناء الوجه البحري، والثانية في محافظة أسيوط تخدم خط الصعيد، صعيد مصر الطيب المبارك. وإن شاء الله ستكون هذه الكلية كلية تضاف إلى صرح جامعة الأزهر، سيكون هناك تعاون كبير بين جامعة الأزهر الشريف وجامعة الفيوم. وأنا أشكر معالي الأستاذ الدكتور عاصم العسوي على هذا الدعم وهذا التعاون، وأشكر معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ياسر حتاتة، وإن شاء الله يكون هناك تعاون مثمر بين الجامعتين لخدمة أهل هذه المحافظة الطيبة والمحافظات المجاورة لها. أما الكلية الثانية فهي كلية نوعية جديدة لم تفتح في الأزهر من قبل ولم تفتح في جامعة الأزهر من قبل، وهي كلية التكنولوجيا أو العلوم التكنولوجية. وهذه الكلية إن شاء الله ستستقطب أبناء مصر وأبناء الأزهر الشريف من جميع محافظات مصر، ولن تكون
فقط لأبناء الفيوم، وإنما ستكون الأولوية لأبناء الفيوم ولغيرها من المحافظات، فهي كلية على مستوى الجامعة كلها، ويفتح التنسيق فيها لأبناء الجامعة من جميع محافظات مصر. إن شاء الله تكون هذه الكلية رائدة أيضا. أبشر معالي المحافظ وحضراتكم أن الجامعة الآن بلغ عدد كلياتها ما يقرب من 107 كليات على مستوى جميع محافظات مصر، وليس هناك محافظة ليس فيها فرع للجامعة إلا محافظة السويس ومحافظة الإسماعيلية، ولقربهما من فرع الجامعة في بورسعيد في محافظة بورسعيد. عموما الجامعة تلبي احتياجات الوطن، تلبي احتياجات الأزهر الشريف، تلبي احتياجات أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات. يعني مما شد انتباهي أن جامعة الأزهر على مدار عمرها الطويل لم يكن فيها كلية للطب البيطري، ولم يكن فيها كلية للذكاء الاصطناعي. فبدأنا هذا العام بكليتين للذكاء الاصطناعي، إحداهما للبنين والأخرى للبنات، وبدأنا أيضا بكليتين للطب البيطري، كما بدأنا بكليتين في المحافظات الحدودية النائية في مصرنا الحبيب، كلية في محافظة الوادي الجديد وكلية في محافظة مطروح. هذا كله إنما هو بتوجيه كريم من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله تعالى، الذي شهد الأزهر في عصره طفرة كبيرة، وأيضا بتوجيه من القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى. في الحقيقة أيها السادة، الأزهر علوم الدين والدنيا. الأزهر ليس مكتفيا بعلوم الدين فقط، وإنما الأزهر يشمل كل العلوم، وكانت إضافة علوم الحياة من الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والذكاء الاصطناعي والطب البيطري كانت إضافة كبيرة لجامعة الأزهر الشريف. حينما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، هؤلاء هم علماء النبات. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، هؤلاء هم علماء طبقات الجبال، أو كما نسميهم علماء الجيولوجيا. أيضا ثم قال سبحانه وتعالى: ومن الناس علماء الأجناس، والدواب علماء الحيوان، والأنعام أيضا علماء الحيوان، مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه العلوم التي توصل إلى خشية الله سبحانه وتعالى، أيا كانت هذه العلوم، علوم في الدين أو علوم في الدنيا، مدحها القرآن الكريم وأثنى عليها ربنا جل وتقدس. وكان فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كانت له كلمة جليلة جدا، كان يقول: درس في الكيمياء عبادة خاشعة لله. ما أحوجنا الآن إلى أن نتفوق في الكيمياء والفيزياء والرياضيات، بجانب تفوقنا في علوم الدين التي يعتبر الأزهر فيها هو المرجع الأول على مستوى العالم، المرجعية الوحيدة لعلوم الدين على مستوى العالم، التي ليست لها أجندة سياسية، وإنما تعلم الدين لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قصدها الوافدون من جميع أنحاء العالم. يدرس في الأزهر الآن من الطلاب الوافدين ما يقترب من 70,000 طالب وافد في التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، وهذا لا يوجد في أي جامعة ولا في أي مؤسسة من مؤسسات العالم. ولذلك كان الأزهر الشريف قوة لمصر وقوة للعالم الإسلامي لما يحمله من هذا. الشيخ الغزالي يقول: درس في الكيمياء عبادة خاشعة لله. وحينما قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لم يحدد علما، بل ترك العلم كتابا مفتوحا. لا يستوي من يعلم الفقه مع من لا يعلم الفقه، من يعلم الشرع
مع من لا يعلم الشر، من يعلم الطب مع من لا يعلم الطب، من يعلم الطيران مع وهكذا، لتندرج كل العلوم وليبقى